السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. في الفيديو ده هكلمكم على 3 حاجات. رقم 1، تيجي دبي في شهر كام؟ إيه أهم حاجة لازم تعملها قبل ما تيجي دبي؟ عدد ساعات الشغل هنا في الأيام العادية وفي رمضان. بمناسبة إن إحنا في رمضان هقول لكم إن إحنا بنشتغل كام ساعة. بالنسبة للمجال اللي أنا هتكلم فيه هو مجال الفنادق أو الشغل في السياحة عامة. واول حاجه عايزين نبدا بيها هي اهم حاجه ان انا قلت بيها، قلت عليها ايه اهم حاجه لازم نعملها قبل ما تسافر دبي. والحاجه دي اللي هي ان انت تعمل تشيك اب على جسمك، علشان خاطر هتواجهك مشكله في موضوع الانشورنس. انا هنا اتفاجئت بعد ما عملت كتبت عقد العمل وكل حاجه تمام، قالوا لي انت عندك انشورنس. طلع الانشورنس اللي هو هاف انشورنس، اللي هو يعني ايه، مفيش تأمين على السنان، مفيش تأمين على العينين، على يعني النص اللي تحت. النص اللي فوق ده انت ما بتروحش بيه الشغل حبيب قلبي، ده مش محسوب. فانا ظهرت عندي مشكلة في اسناني، في ضرس العقل بالتحديد. فحبيب قلبي انت عشان تروح سلام عليكم وعليكم السلام استشارة 300 درهم، يقول لك اخلع ضرس 800 درهم. حبيب قلبي تخلع مش تعالج. ولما تيجي هنا هتعرف يعني ايه 800 درهم ويعني ايه 1000 درهم بالراحة كده، ده حوالي يعتبر نص المرتب. فالخطوة دي مهمة جدا، لازم تعمل تشيك اب على جسمك، واهم حاجة اسنانك، عشان خاطر هنا السنان، موضوع السنان ده كادرة السنان غاليين جدا. وانت مش عارف انت هتروح فين، انت لسه بقالك شهر في البلد، انت جاي تدور على شغل ولا جاي تدور على دكتور سنان ولا. فانت قبل ما تروح تعمل الفيزا السياحة بتاعتك او فيزا البحث عن العمل او على اي حاجة، اعمل الشيك اب على نفسك الاول. انا ضيعت فرصة ان انا مثلا كنت في مصر شغال في شركة عاملة لي فول انشورنس. انا لو رحت عملت اسناني بمليون جنيه هيدفعها لي فول انشورنس، سواء سنان او حاجة لا قدر الله في الجسم تانية، بيدفعوا لي كل حاجة. ومش في المستشفى اللي أنا مفروض متعاقدين معاها. يعني أنا مثلا بشتغل في الغردقة وحصلت لي حالة طارئة في القاهرة مثلا، ممكن أروح أي مستشفى وأدفع فلوس وآخد ريسيت وأرجع على اتش ار أو الهيومن ريسورسز، الشؤون العاملين عندي في الأوتيل أو في المنتجع اللي أنا شغال فيه، وهما بيدفعوا لي الفاتورة اللي أنا دفعتها. الحاجة التانية، كنا بنقول عدد ساعات الشغل هنا كام ساعة. هنا الطبيعي بيبقى 8 ساعات وساعة بريك اللي هو 9 ساعات. أنا الشركة اللي أنا شغال فيها قالوا لي 9 ساعات ونص، والكلام ده مش مكتوب في العقد. أوكي مفيش مشكلة، أنا عايز أشتغل وخلاص، أوكي ماشي حالك. في رمضان بتشتغل حوالي 6 ساعات، 7 ساعات، 7 ساعات ونص، من 6 ساعات ل7 ساعات ونص، ده الطبيعي. إن الكلام ده مش للمسلمين بس، لأي حد سواء مسيحي مسلم. انت بتشتغل من 6 ساعات ل7 ساعات ونص. ممكن يغيروا دوت حسب الشغل، ممكن يغيروا ده. يعني انا مثلا في لسه جاي لي مسج على الجروب بتاع الواتساب بتاع الشغل ان احنا عندنا هاي اوكيبنسي، عندنا آه اشغال عالي يوم الحد الجاي. فابتداء من يوم الحد الجاي هنرجع نشتغل 9 ساعات ونص تاني. فايه اللي نقدر نعمله في الحالة دي؟ ان احنا بنقول اوكي وبنشتغل. فبالنسبة لي انا واحد في فترة تدريب، انا لسه في فترة تدريب في الاوتيل اللي انا فيه بتاع 3 شهور، فما عنديش حق اقول لا، او بمعنى اصح اقول لا ليه. كده كده هنا الشغل يعني في حاجة اسمها اوفر تايم. مش الله ينور في مصر تشتغل 10 ساعات زيادة يقول لك الله ينور برافو كل سنة وانت طيب، لا هنا هيحسبوا لنا الساعات الزيادة اللي احنا اشتغلناها وهيحاسبونا عليها ان شاء الله. يعني احنا كنا قلنا 3 حاجات. الحاجة الأولى تعمل ايه قبل ما تيجي دبي، عدد ساعات الشغل في الأيام العادية وفي رمضان. الحاجة التالتة تيجي دبي امتى. الحاجة التالتة ديت مهمة جدا ولازم تركز عليها جدا. بالنسبة للسيزون في دبي بيكون من شهر 10 لشهر 2. أنا جيت البلد دي شهر واحد. شهر واحد دي حاجة مميزة جدا، وفي نفس الوقت حاجة ريسكي جدا، خطر. يعني شهر واحد انتهى، شهر 2 يعتبر خلص برضو. احنا في شهر 3، بس انا بالنسبة لي انا لما جيت هنا شهر واحد انا لسه بدور على شغل، شهر 2 بيعملوا لي الاوراق. فانا لو ما لقيتش شغل في الشهرين دول خلاص بعد كده البلد يعتبر نامت.
الصيف كله هنا البلد نايمة مفيش حركة. فأحسن وقت تيجي فيه البلد ديت اللي هو آخر 9 أول شهر 10. شهر 10 كويس، شهر 11 12 أفضل شهرين اللي هو شهر 12 وشهر 1. بس أنا بفضل إن أنت تيجي قبل كده، وبالذات قبل شهر 1. شهر 1 ده اللي هو فيه النيو يير، رأس السنة، وفيه الكريسماس. فمعظم الأماكن الترفيهية أو الفنادق أو كده بتحضر للمناسبة دي، فعايز ستاف يعلمه يدخل بيه المناسبة دي. مش انت تجيله مثلا بعد شهر 1، طب هو اوريدي عدى السيزون بتاعه وهو مش محتاجك دلوقتي، هو محتاجك في الكريسماس، محتاجك في رأس السنة. فانت تعالى بدري، قدم على شغل، هتلاقي الناس طالبين علشان خاطر هما داخلين على سيزون وداخلين على مناسبة في ايفنت معين، فهم محتاجينك في الايفنت ده. بعد كده مش هيقدروا يقولك يلا مع السلامة، انت اوريدي اتعينت واشتغلت. تمام. بالنسبة بقى للصيف، هتيجي هنا حبيب قلبي في الصيف تطلع عشان تروح تعمل انترفيو، هيجيلك حروق من الدرجة التالتة. الدنيا هنا حر فظيع. يعني احنا في الشتاء التكييفات في البيوت شغالة 24 ساعة ما بتطفيش. تكييفات في المولات، في المترو، في محطة الباص، في البيت، في الشغل، في أي مكان هتلاقي التكييف شغال. فبالنسبة للصيف، صيف هنا صعب، فتعالى البلد ديت في الشتاء، وإن شاء الله ربنا يكرمكم. من ناحية في شغل، في شغل، بس في منافسة. طبعا في منافسة. حضر نفسك قبل ما تيجي، ما تضيعش وقت. أنا قلت في فيديو قبل كده إن أنت ما تفضلش قاعد في مصر تقول أنا بالنسبة لشغل الفنادق أنا استنى لما أبقى شيفت ليدر، استنى لما أبقى مثلا سوبرفايزر، لما أبقى مدير. يا حبيب قلبي، هتيجي هنا فرصتك هتبقى ضعيفة. تعالى بخبرة قليلة، اللي هي خبرة مثلا سنة في مجال الفنادق، في الريسبشن، في أي حاجة. وتعالى هنا ابدأ معاهم علشان خاطر هيبدأوا معاك برضو من زيرو. وخبرة مصر غير خبرة هنا. أول حاجة هيبصلها في السي في بتاعك أو في سيرتك الذاتية إن أنت اشتغلت في البلد دي قبل كده ولا لأ، اشتغلت في الخليج ولا لأ. هما محتاجين خبرة البلد. فإن شاء الله بالتوفيق ليكوا جميعا. هعمل لكم حاجة الأيام الجاية عبارة عن شورتس على الفيديو على اليوتيوب، فيديوهات 15 ثانية 30 ثانية. هقولك أنت محتاج إيه مثلا في اللغة الروسية، في الريسبشن أو في المطاعم أو في البارات. أنا هبدأ بموضوع الريسبشن. إيه اللغة اللي أنا بستخدمها، إيه الكلمات اللي أنا بستخدمها سواء روسي أو إنجليزي. هنبدأ بالروسي. إيه التحيات، إزاي أسأل على حجز فندق، إزاي أسأل الجست على الباسبور بتاعه، إزاي أديهم معلومات عن الفندق، المطعم فين، الساعة، الكلام دوت. هنتكلم عليه إن شاء الله في فيديوهات بسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. بالتوفيق لكم جميعا. أشوفكم قريب إن شاء الله. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش. مع السلامة.